السلام عليكم، انا رجعت معكم فيديو جديد من فيديو احمد عالمي. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والفيديو اللي فات عجبكم؟ الفيديو ما عجبكمش ولا ايه ده؟ ما اتفرجتش؟ مين ما اتفرجش على الفيديو؟ ارجع اتفرج بعد اذنك على الفيديو اللي فات. ايوه، وقول لي ايه رايك فيه يعني في كومنت هناك وكده، وصلي على النبي في كومنت في الفيديو ده، واعمل شير مع صحابك عشان يعني ما اعمل شير وخلاص. صلي على النبي واعمل شير عشان ناخد ثواب. صلي على النبي عشان ناخد ثواب، واعمل شير عشان يعني نكبر. عايزين نكبر في القناه، يعني مش هينفع كده. ايه يا اسطى؟ مش كده والله، ما كده والله. بص، اعمل شير وخمس كومنتات كده، وصلي على النبي يا صاحبي، واستهدى بالله، وقوم تعالى على الانستا. يلا فيديو النهارده، فيديو جديد من سلسلتنا اللي هي اطفح بالهنا والشفا. اطفح بالهنا والشفا عشان الاسم ده خلاص يعني هو حلو قوي الاسم ده، عشان في حاجات غريبه. فهنشوف الحاجات الغريبه دي. انا مش عارف هنشوف ايه الحاجات دي، انتوا بعتينها. طب انا حابب اقول حاجه، طالما البدايه يعني في بلاد اسيا والحاجات دي، فهنشوف حاجات مقرفه كتير. فيعني اللي بيقرف يتفرج برضو. انت في ايه يا اسطى؟ ده احنا عادي بنسلس يمنا. هي ايه الفرخه اللي جت بيضت على الميه؟ ولا ده بيض سلاحف؟ ولا السلاحف بتبيض ولا بتولد ولا ايه؟ ما اعرفش السلاحف بتعمل ايه. الحمد لله يا رب انها تاكل القواقع من السلاحف يعني. السلحفه دي حاجه غلبانه كده والله، وبطيئه، فليه سيبها في حالها. هي حطت رجول فراخ على القواقع، انا مش عارف ايه ده. تسلم ايدك، انا شامم الريحه من هنا يعني. كان نفسي اكل معاكم بس انا صايم يعني. الحمد لله ان انا صايم، الحمد لله يا رب. الموضوع غريب على فكره، انتوا قاعدين بتاكلوا ولا كانكم قاعدين في ماك. الموضوع غريب جدا. ايوه بقى، حبه الترجيع الهندي دول اللي هم بيسدوا النفس، عشان الواحد صايم طبعا، فلازم نفسه يتسد عشان ما يجوعش. جيرو. انت مش خبير في الترجيع الهندي على فكره. احنا بنحط تراب بعد ما بنحط الحاجات دي، وحبه ميه وسخه، وبعد كده بنحط الطماطم والبصل والحاجات دي. بس انت حطيت الطماطم على طول. طبعا اللي مش فاهم هو ليه بيرمي الطماطم وبعد كده يروح يلحقها، فاهم؟ ما يحطها على طول. ده شو بيعمله الاهل المتوفي، يعني المتوفي قبل ما يموت، بعد ما ياكل البتاع دي طبعا. فيعني اتبسط، شاف دنيته، شاف شو قبل ما يموت. لا انا اسف ظلمتك، هو بيعمل الشو الاول وبعد كده بيرش حبه التراب والبصل. يعني انا اسف، انا ظلمتك. هو ده الطبيعي يا جدعان ولا يعني؟ انا ممكن اروح مطعم اقول لهم عايز راس عجل، فيحطوا لي راس عجل كده، فاهم؟ مش يعني مش لحمه راس مثلا، لا هو حط لي راس. خد انت اتعامل مع نفسك يا عم، انا مالي يعني. ايه ده؟ يا نهار ابيض، يا رب ده ما يطلعش اللي في بالي يعني نكمل ان شاء الله ما يطلعش اللي في بالي. هو اللي في بالي. طب احنا نعدي الفيديو ده، ده كلب يا جدعان، بيقطع كلب وحرام يعني. انا مش عارف هو ايه. ما انا بقول لي مين حرام، فكك نعدي الفيديو ده. يعني ليه كلب ليه؟ طب سؤال بسيط، ليه الضفدعه يعني؟ بص كلها عظم اصلا، هتاكل فيها ايه يا ابني؟ سيبها قاعده في الميه وعامله ازعاج، الصوت الغريب اللي بتعمل الصوت الغريب ده. ما نسيبها في حالها. انت هتعملي بده ايه بس عشان ابقى فاهم يعني؟ ده قشر السمك اللي بينضفوا السمك منه وبيرموه، انت هتعملي بيه ايه بقى؟ يا بنتي ده قشر سمك، ده بيترمي. ما حدش بقى، القطط ما بتاكلوش، بيرموا القطط والقطط مش بتاكله كمان، انت هتاكليه. مش عارف، انا اللحظه كده تخيلت الريحه بس يعني ريحه زفاره غبيه. انت ايه اللي بتعمليه؟ هي عملت عليه شوربه يعني. انت متخيل برضه ريحه الشوربه دي؟ بس مش شوربه سي فود اكيد يعني، هتبقى ريحه معفنه يا بنتي.
بص انت لخبطتيني يا بنتي، يعني انت خدتي القشر عملتيه شوربه، دلوقتي انت عاملاه باين صابون او مش صابون، جيلي مش عارف يعني، ففي الحالتين مش هينفع. والله انا مش قصدي حاجه، بس انت لو مش لاقي تاكل للدرجه دي تيجي تنورينا هنا في مصر يا بنتي وهناكلك عادي يعني، مش هناكلك زباله، كمان هناكلك اكل عادي. طب انت مش جاي معاك ان هي سامه؟ يعني دي فيها سم، مش كابوريا دي يا ابني اصلا. انا متاكد ان هو يقعد دلوقتي يتشنج كده ويموت يعني، بس يا جماعه بلاش قرف، اللي بعده عشان ده مش عارف نفسه مفتوح على القرف ده ليه. طب طالما التاني عملت لنا قشر السمك ده، يطبخ لنا الصخره دي او جذع الشجره ده، وهيرقشه دلوقتي هو وابنه. طالما ولع كده يبقى ده جذع شجره، ده خشب. بص عين الطفل البريء باصص له ازاي، انت هتاكلني ده بجد يعني؟ انت هتاكلني الخرا اللي انت بتعمله ده؟ يا جماعه دي ولا طلعت صخره ولا شجره، دي طلعت حته لحمه بس مش عارف ده ايه، ده رجل ديناصور باين. ده ايه الحيوان اللي انتوا ذابحينه ولا هتاكلوه ده ايه ده بجد؟ والله انا عندي فضول عايز اعرف ايه ده. والله مش مركز مع الاكل يعني. بص بسم الله ما شاء الله الطفل شكله كيوت قوي، فاهم؟ حد يلحقه عشان ما يكبرش يبقى زيهم كده. هتلاقي الطفل ده بعد 10 سنين على اليوتيوب برضه قاعد بيقرقش دود بقى بلاش. يا عم انا مش عارف انت طبخت ايه، بس الف هنا يعني، ان شاء الله تطلع رجل بقره. ده بيحضر ارواح الاكل فاهم، قبل ما يبدا كده. وهتلاقي بقى دلوقتي ايه، الاكل طلع واتحضر لوحده، وهو واقف عمال يعمل كده ويشكل بقى. ايوه بقى ادي يلا اهي، ايوه والله مان اوعى ادي يا معلم. ده الشو طبعا اللي قبل ما تموت بتشوفه فاهم. اخر حاجه شفتها اتبسطت، واحد عمال يعمل لك كده. تقريبا ده حمص، وهو جايب ليمون وحاجات. ده حمص خلاص، وهو عمل شو في الاول عشان يبهرك بس. انا بجد عايز اصرخ الصرخه دي دلوقتي يعني. دي راس حصان يا جدعان، دي راس حصان او حمار مش متاكد يعني. يا الله ماله الحصان او الحمار ماله؟ ليه ما عندكمش بقر يا بنتي؟ ما عندكمش خرفان؟ ما عندكم مع اي حاجه سيبوا الحاجه في حالها يعني. الحاجات دي معموله عشان تنقلنا او تشد الحاجه تنقلها يعني. ليه بقى ليه؟ وبكده يا جماعه خلص الفيديو المقرف بتاع النهارده ده، وشكرا ان انتوا بعتوا لي فيديوهات. وما تنسوش تعملوا لايك يعني لو لسه ما عملتوش، وصلوا على النبي في كومنت، وصلوا على النبي كده يعني عادي عشان ناخد ثواب. وبس كده، اعملوا شير مع اصحابكم عشان يعني نوصل وكده. ولو عندكم فيديوهات تاني مقرفه ابعتوا لي على الانستا، عشان لسه السلسله دي مكمله ان شاء الله معانا لغايه اخر يوم رمضان. وممكن نعمل حاجه تانيه في العيد بقى كده فاهم، بمناسبه العيد بس الله اعلم بقى، لسه بدري على العيد يعني. يلا السلام عليكم.